الدونتس كرواسون احلى حاجه حلوه نقدر نقدمها لاولادنا، بعجينه هشه جدا ومستويه من جوه، وكمان بمكونات اقتصاديه، ببضايه واحده بس بكوبايتين دقيق هنعمل ما شاء الله كميه حلوه جدا. تقدري بقى تحشيها بالشوكولاته زي ما انت شايفه، حشوه جميله جدا، او كمان بالمربى، وكمان نقدر ان احنا نتحكم فيها، نعمل منها ميني او الحجم الكبير زي ما احنا حابين. نسمي الله ونبدا الوصفه. اول حاجه انا جبت طبق عميق، حطيت فيه نص كوبايه من الميه، عليهم معلقه صغيره من الخميره الفوريه، ومعلقتين من السكر، وهقلبهم كويس جدا لحد ما الخميره تبتدي انها تتفاعل، واحس كده انها طلعت فقاعات، يبقى كده الخميره شغاله معايا. بعد كده هضيف لها بضايه واحده بس، وهقلبهم كويس جدا قبل ما ابتدي ان انا اضيف الدقيق. بعد كده هضيف كوبايتين وربع من الدقيق، وهخلي ربع كوبايه من الدقيق على جنب، علشان لو احتجت ان انا ازودها على العجينه هزودها، وده طبعا بيتوقف حسب نوع الدقيق. يعني انا مش هقدر اقول لك الدقيق ايه بالظبط، لاني ممكن اقول لك كوبايتين وربع بس، وبعد كده تحتاجي ان انت كوبايه من الدقيق علشان العجينه ما تبقاش لازقه معاكي وتلم معاكي. انا فعلا الدقيق بتاعي احتاج ربع كوبايه من الدقيق، رشيت كده حبه منها في البدايه، وابتديت اللي انا المها، قعدت اعجن لمده 10 دقائق لحد ما اتلمت معايا. بعد كده فردتها كده بسيط، وبعد كده حطيت 3 مكعبات من الزبده، وهفضل اعجنها تاني. وهتلاحظي هنا اول ما حطيتي الزبده انها بقت سهله الشكل معاكي، ولمت معاكي بسهوله، وبقت لينه، وكمان لونها كده اتحول للون الاصفر نتيجه اللي احنا هنعجنها بالزبده. هقلبها بقى كده كويس جدا، وهعجنها لحد ما تبقى طريه معايا كلها تلم كده مع بعضها. هغطيها واحطها في طبق واسيبها تخمر لمده 30 دقيقه. وبعد مرور الوقت هشيل الغطا من عليها، هلاحظ ان حجمها تضاعف وانتفخت لفوق، وكمان في هوا كده في العجينه. هضغط عليها بايديا علشان الهوا ده يخرج بره، وبعد كده همسك النشابه وهبتدي اللي انا افردها على شكل مستطيل علشان اقدر اشكلها بعد كده بسهوله على شكل كرواسون. وبعد كده لو في طبعا اي زياده هشيلها بالقطاعه وهرجع اشكلها من تاني. همسك بقى القطاعه بتاعتي وهطلع كده بسرعه جدا من فوق لتحت علشان احصل على شكل مثلثات، علشان لما اجي الفها هتطلع معايا شكل كرواسون. همسك الحته التخينه اللي في المثلث وهبتدي اللي انا الفها بايديا رول لحد ما اوصل لاخر حته. ما تقلقيش هتتلف معاكي بسهوله جدا عشان العجينه متماسكه ومش بتلزق، وهو ده الشكل المطلوب. زي ما انتوا شايفين من الحته التخينه كده تبداي تلفيها رول، هتتلف معاكي بسهوله جدا. بعد كده هحطها على ورق زبده وهسيبها تخمر لاخر مره لمده 30 دقيقه. نيجي لطريقة التسوية. هجيب طاسة على نار متوسطة واحط فيها كمية من الزيت، واول ما الزيت يبتدي يسخن هاخد الدوناتس كرواسون واحطه على طول في النار، ومش هقلبه على الناحية التانية غير لما يبتدي ينتفخ وياخد لون من تحت، ومش هياخد اكتر من دقيقتين. زي ما انتم ملاحظين هنا اللون ما شاء الله ابتدى كده يلون وياخد الشكل زي الكرواسون اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. بعد كده هطلعه وهحطه على ورق مطبخ لحد ما يصفي الزيت بتاعه، وهمسك كده معلقه او اي حاجه هفرغ كده من جوه علشان ابتدي احشيه الحشوه اللي انا عايزاها. انا هنا حشيته بالنوتيلا، زي ما قلت لكم تقدروا تحشوه بالمربى او باي حشوه تانية. بجد طعمه جميل جدا ومستوي، كمان ممكن نرش عليه سكر بس. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك.